المهم في هذا الفيديو هذا غادي يكون شويه غريب. اول مره غادي نسجل برا، حيت راه كما قلت لكم ما تيبقاش ليا الوقت انني نسجل بزاف ديال اللعيبات. فعندي هنا 30 سوبليمون غنبداو بطبيعه الحال من ا حتى لزد، وغادي نبقى كنقول لكم فهادنا 4 لي كاتيجوري. عندنا الكاتيجوري سي اللي هي داكشي اللي زايد فيه الهضره واللي غير ماركوتين ما خدامش كاع. عندنا الكاتيجوري بي اللي نقدر نقول لكم بان كاين شويه ديال الادله على انها تخدم، ولكن نقول لكم لا. عندنا الكاتيجوري ا هذه اللي غادي نقول لك انهم خدامين، ولكن زعما في بعض الحالات، فماشي زعما الكل شيء. المهم نقدروا نقولوا بعض الحالات. وعندنا الكاتيجوري اس اللي هي السوبر ديال السبابر، اللي هي داكشي اللي نقول لكم انه غادي تحتاجوه بدون نقاش وفلوسكم حلالا طيبه. اذا غادي نبداو دابا. عندي لا ليست هنا، غادي نبداو بداكشي كما قلت لكم لي سوبليمون من ا حتى لزد. اول مكمل بطبيعه الحال اللي هو الاشواغندا، والاشواغندا غادي نحطوه في لا كلاس ا. علاش الاشواغندا؟ الاشواغندا كينقص لينا الستريس وكيحسن لينا النعاس، وهذا الشيء بجوجهم غادي يعاونونا اننا نكونوا مزيانين. مور الاشواغندا عندنا البي سي ا. البي سي ا غادي نحطوها في الكلاس سي، حيت من نهار بديت وانا تنقول لكم ان البي سي ا ما عندها فاش تنفع الا كنتو كتاكلوا ولا كنتو كتوصلوا للبروتين كامل. عندنا سوبليمون الثالث اللي هو البيتا الانين. البيتا الانين غادي نحطوها في الكلاس ا. فالبيتا الانين غادي تعاوني في لونطرينمون ديالي. علاش؟ حيت ما كتخليش لاسيد لاكتيك انه يتجمع في الموسكل ديالي، وبالتالي الاحساس بالعياء فما كنحس بديك الساعه كيتعطل بزاف، وبالتالي غادي نقدر نتريني ونبذل مجهود اكثر. السوبليمون الرابع اللي هو الكارنيتين ولا الكارنيتين، وهذا غادي نحطوه في الكلاس بي، حيت غادي يقدر ينفع الاستشفاء العضلي ولا شويه ديال حرق الدهون، ولكن في حاله وحده الا كنت فيجيتاريون ما كنتش كناكل اللحم، حيت الكارنيتين فهو موجود في الدهون ديال الحيوانات. السوبليمون الخامس اللي هو الكازين. فالكازين نقدر نقول لكم بانه نقدروا نحطوه في بي ونقدروا نحطوه في الا. الصراحه انا ما عنديش شي حاجه بالضبط. علاش؟ حيت هو واحد البروتين كيتهضم ثقيل، وبالتالي ملي كنكون صايم ولا مثلا غادي نكون غنعس ولا شي حاجه وكناخذو، فالكور ديالي كيبقى يتسوبليمونطا بروتين لواحد المده طويله، واحد 6 حتى 8 ديال السوايع، والاحماض الامينيه كيدخلوا ليا في الدم ديالي. نحطو في بي صراحه. الكازين نحطو في بي، حيت الا كنتي كتدخل البروتين ديالك الكافي في النهار ما غيفرقش شي فارق كبير. دونك غادي نحطو في بي. السوبليمون السادس اللي هو الكروميوم بيكولينات ديال الكروميوم، هذا غادي نحطوه في السي. فالصراحه ما عندوش شي حاجه اللي غادي تنفعك، فراك كتضيع فلوسك، حيت ما كاينش ادله علميه كافيه اللي كتثبت على انه كيعاونك انك تجيري الجلوكوز ديالك ولا انك تجيري الوزن ديالك. السوبليمون السابع اللي هو السيترولين مالات. هاد السيترولين مالات هذا غادي نحطوه في الكلاس ا صراحه، حيت السيترولين هو اللي الجسم ديالك كيشدو كيرجعوا الارجينين، وبالتالي كيحسن لك الدوره الدمويه. السوبليمون الثامن اللي هو سي ال ا، وكما سميتو كتبدا بالسي، فغادي نحطوه في الكلاس سي، اي الكلاس الرابعه الاخرى. فهو صراحه ما كاينش شي دليل على انه غادي يعاونك انك غادي تفقد الدهون، وبزاف كيريبورطيو على انه كيدير بعض المشاكل في الجهاز الهضمي الا بقيتي كتاخذو. السوبليمون التاسع اللي هو الكولاجين، وملي كنقول الكولاجين فخصني ضروري ناخذوه مع الفيتامين سي، حيت الا خديتي الكولاجين بوحدو فما عندوش اصلا حتى دور. اما الا خديتيه مع الفيتامين سي غادي نقدروا نحطوه في التير بي، اي المركز الثالث. حيت الكولاجين الا خديتيه مع الفيتامين سي فهو مزيان للظفار، مزيان الجلده ديالك، مزيان لي طوندون ديالك، ولكن بالنسبه للموسكل ديالك فهو غير كافي لانه يخلي الجسم ديالك انه يقوم بعمليه ديال التخلاق ديال البروتينات الكافيه للموسكل ديالك باش انه يبني راسو لانه يكبر. اما سوبليمون العاشر اللي هو الكرياتين ما نحتاجش نقول لكم انا غادي نحطوه في الاس سوبر ديال السبابر، المراكز الاولى، ونقدر نقول لكم الاول ديال الكرياتين. علاش؟ طبيعه الحال الكرياتين فعنده دلائل علميه على انه كيزيد القوه، كيزيد الكتله العضليه الناشفه، ورخيص صراحه، ومزيان حتى للعقل، مزيان للدماغ. ودابا من بعد واحد المده طويله غادي نجيو وغادي نكملوا. عندنا سوبليمون رقم 11 واللي غادي يكون هذوك اتاي ديال الديتوكس ولا اي سوبليمون ديال الديتوكس، فهذوك في التير الرابعه الاخرى. علاش؟ حيت ما كينفعوا حتى حاجه فالجسم ديالك، فراه كيدير الديتوكس راسو. الكبده علاش عندك؟ الطيحان علاش عندك؟ جسمك فهو كيديتوكسي راسو، هذاك الشيء ما خدامش. هما غالبا تيكونوا عباره على ديوريتيك، اي انهم كيخليوك انك تبول وتعرق بزاف، تخرج الماء
تحطها بزاف، ولا تيكونوا لاكساتيف اي تيخليوك انك تدخل الطواليت وتحطها بزاف المرات. وعلى هذا الشيء ملي غطلع الميزان وشي لعبات تقول راه خويت شنو خويتي الله يهديك. سوبليمون رقم 12 اللي هما الالكترولايت، اللي عندنا المغنيسيوم، عندنا البوتاسيوم، وعندنا الصوديوم. هادو نقدر نقول لك بانهم في الكلاس 2 اي تير ا. هادو الصراحه بالنسبه للناس اللي تيكونوا كيترينيو مده طويله، اللي كيعرقوا بزاف، اللي غيدير شي ماراطون، ولا المهم داكشي اللي غتعرق فيه بزاف ولا غتكون حصه طويله، فالالكتروليت ما نقدر نقول لك ضروريين. دونك تقدر تشري سوبليمون ديال الالكترولايت الا كنتي كتمرن بهذيك الطريقه، غادي ينفعك انك ملي غتكون غادي دير واحد الحصه طويله شنو نقول لك طويله، راه ساعتين وانت غادي للفوق، فالالكتروليت فهم مزيانين. سوبليمون رقم 13 اللي هو الفات بيرنرز، غادي نصدمكم هنا ملي نقول لكم فهو المركز الرابع. فات بيرنرز فهم ما عندهمش شي دور. الحاجه الوحيده اللي كتخدم في الفات بيرنرز فهو الكافيين، وما لا يخليو جسمك انه يحرق واحد شويه اكثر انه يتحرك، والشاي الاخضر. هادو هما جوج الحوايج اللي خدامين في الفات بيرنرز. دونك سوا نمشي نشري السوبليمون اللي نيشان يعطيني الكافيين، ولا اللي فيه هذاك المستخلص ديال الشاي الاخضر، ونشرب غير اتاي خضر ديالنا اللي كنشربو هو يكون بلا سكر، ولا القهوه العاديه تاعي بلا سكر. فهادو غيديروا لي نفس هذيك الخدمه وكاع افضل، حيت تيكون زايد فيهم بعض مضادات الاكسده. الله يحفظك اخي الله يحفظك. الكافيين هذا راه كافيين فراتي نقص الشهيه وكيخليك انك تحرك واحد شويه اكثر، وتا هو ديوريتيك خصكم تحضروا معاه، تا هو راه تيخليك انك تبول وتعرق اكثر. دونك حضاو معاه. ما ليناش فين خلينا في السوبليمون رقم 14 اللي هو الزيت ديال الحوت الاوميغا 3. هذا سوبر ديال سبيبر تير اس. الاو بي او دي اش اف هما اونتي انفلاماتوار، مزيان القلب، مزيان الدماغ، مزيان الجوينتس المفاصل، مزيان الاستشفاء العضلي. شوف سوبر ديال السبيبر، سورتو الا ما كنتيش كتاكل الحوت واحد 2 مرات ولا 3 المرات في السيمانه، فالاوميغا 3 واحد 2 غرام في النهار خيره. سوبليمون رقم 15 اللي هو الفوليت، اي فيتامين بي 9 ضروري لواحد لا ميتيلاسيون اللي كطرا عندنا، ضروري كطرا في جميع الخلايا ديالكم، اللي كتزاد حتى كتموت وهي كطرا. دونك سوبليمونطاسيون بي 9 غادي نحطوه في التير بي اي 3. علاش؟ حيت الا كنتي كتاكل المواد الحيوانيه فغالبا ما تكونش كتحتاجو. الا كنتي فيجيتاريان عندك شي مشكل، فهنا الفوليت غادي يكون عندك نقص فيه. داكشي علاش تقدر تسوبليمونطا. كيما نعاود نفكركم في هذا بي تير رقم 3 فهو على حساب صديق، ماشي غتضيع فيه فلوسك، ولكن ماشي محتاجه. كاين شي ناس قلال اللي تيكونوا محتاجينه. تير سي كتضيع فيه فلوسك، الا قلت لك الرابع زعما راك تضيع فلوسك. الاب فالا شريتيه غادي يكون مزيان في غالبيه الاحوال. اما التير اس نعاود نفكركم هذا اللي خص ضروري يكون عندك، ما كاينش الهضره. السوبليمون رقم 16 اللي هو الجينسانغ غادي نحطوه في بي اي ثالث. فهو شويه كيقدر يزيد لك شويه الطاقه ويزيد لك شويه يهز لك المود، ولكن المهم تيبقى على حساب لا دوز وعلى حساب المصدر كيفاش داير. دونك نحطوه في بي قريبه للسي، لا بي صراحه قريبه لا لا نحطوه في بي ما لا يا عقادي. المهم ما عليناش. سوبليمون رقم 17 اللي هو الجلوتامين نحطوه في تير سي اي الرابع. ما عندوش علاقه بالميوسكل. الجلوتامين شحال مره كنقولها وكنعاودها بزاف، تي ماركيتي ولا كيبيعوا على اساس انه تيعاون في الاستشفاء العضلي. لا، جلوتامين اصلا فهو حمض اميني غير اساسي، اي ان الجسم ديالك تيقدر يصاوبو راسو. او في اي حاله اللي كيستعملوه اذا كان شي واحد تضرب شي ضربه كبيره، عنده شي ديشيرور في الميوسكل، ولا الا كان شي واحد عنده مشاكل في الامعاء، هنا الجلوتامين غادي يقدر يعاونك. من غير هذا الشيء تترمي فلوسك ومشيتي شريتيها غير دجاج. السوبليمون رقم 18 سوبليمون رقم 18 اللي هو الاش ام بي غادي نحطوه في الثالث اي بي. هنا الاش ام بي كينفع في حاله اذا ما كنتي تجرحتي وصافي، باش انه يحافظ لك شويه على الميوسكل. من غير هذا الشيء ما عندوش شي دور حسب الدراسات. هذا الشيء راه كامل كنقول لكم راه حسب الدراسات اللي متوفره حاليا. سوبليمون رقم 19 اللي هو الحديد. فالحديد الا ما كنتيش ديفيشنت، لا ما كانش عندك لانيمي، ولا ما كانش عندك المهم نقص في الحديد، ما كاينش لاش غادي تاخذه. فغالبا الناس ما كيعانيوش من نقص في الحديد، من غير اللي عندهم الانيميا ولا اللي عندهم شي سوء التغذيه. هادشي علاش تقدر تاخذ الحديد. ندوزو سوبليمون رقم 20 اللي هو الماكا، جدر الماكا. فهذا تا هو غادي نحطوه في التير بي اي الثالث. فهو عنده واحد التاثير خفيف على المود وعلى الليبيدو، اي على الرغبه الجنسيه وعلى المود ديالك، ولكن المهم الدراسات ماشي قويه لانها فهمتيني نقول. دونك غادي نحطوه في بي حاليا. وسير عاوتاني سير شي نهار عاوتاني ونسجل لكم بارت الثالث. عودنا ونعودوا احمد.
ما انا ما عارفين خديتها اصلا. فعندنا سوبليمون رقم 21 اللي هو المغنيسيوم. اللي تنقول المغنيسيوم احسن حاجه قلت لكم تاخذوها فهي البايغلايسينيت ولا الجلايسينيت بحال. اما السايتريت بعدو منه. توريت غالي، الاتريونيت هو غالي. المهم احسن واحد تاخذو الصراحه ولا تقلبوا عليه هو البايغلايسينيت، وغادي نحطوه في التير فالصراحه هو راه تيساعد في النوم وراه واحد من الالكتروليت، والخدمه ديالو بالنسبه للموسكل فهي ضروريه. الا ما كانش في الموسكل فذلك علاش يبقى يجيكم الكرامبس، يبقى يجيكم التشنجات، تيحسن حساسيه ديال الانسولين. المهم عنده بزاف ديال الخدمه. المغنيسيوم نقدر نقول لكم بانه الكلاس قريب للاس كاع، من المهمين كاع في الأ. سوبليمون رقم 22 فهو دوك الشيكرز اللي تيكون بديل الغذاء. فانا في المغرب عندنا قليل، ولكن كاين بالنسبه للفيديو دايره البنادم اللي كاين برا وداكشي. فهو تيقول لك واحد الشيكر دير واحد العبره بحال الشكل ديال الجاينر، غير هو تيكون زايد شويه على الجاينر شي حوايج. تيقول لك كتاخذوا بلاصه وجبه كامله، زعما بلاصه وجبه تيكون فيه كاع داكشي، تيكون فيه الدهون، تيكون فيه البروتين، تيكون فيه الكارب، تيكون فيه فيتامينات، املاح معدنيه. فهو كيجي بلاصه وجبه. فانا غادي نحطوه في التير سي. فهو تيكونوا تيتقاموا غاليين، وديما كنفضلوا الماكله الكامله احسن. ويتا الا ما كانش عندك الوقت ممكن انك تصاوب عصير من الماكله. فعندك مثلا مصدر ديال الدهون تستعمل المكسرات، اللوز، كاوكاو ولا الكركاع. بالنسبه للمصدر ديال البروتين تقدر تشري لاواي، اي مازال عاد غادي نجيو غادي نهضروا عليها. وبالنسبه للمصدر ديال الكارب فممكن دير عندك الشوفان، ممكن دير الفواكه، ممكن تخلط من بيناتهم بجوج. هنا غادي تكون مصاوب واحد الوجبه كامله متكامله ومن مواد طبيعيه. سوبليمون رقم 23 اللي هو ملتي فيتامين. الملتي فيتامين غادي نحطوه في الكلاس كلاس قريب للاس. فهو صراحه عنده منفعه في الاغلبيه ديال الناس. الماكله ديالهم ما كتكونش متوازنه، ولا تيكون عندهم نقص من شي حوايج، حيت تكون شي ماكله ما عزيزاش عليهم ولا شي حاجه. ما الا كنتي كتاكل الاخضر واليابس، الا كنتي ما دايرش ريجيم ناقص السعرات الحراريه، فصراحه الملتي فيتامين غالبا ما ينفعكش. ولكن ما غاديش يضر، هذا شي باش مزيان انه يكون. ماشي ضروري انك تاخذه كل مره على حسب لا دوز، تاخذ غير نص دوز، تاخذ ثلث ديال لا دوز. المهم مره سوبليمون طبيعي، غير هو ما عمر ملتي فيتامين ما غيعوض ليا الماكله. سوبليمون رقم 24 اللي هو النيتريك اوكسايد، اللي غالبا تيكون عباره عن ارجينين. فهنا غادي نقول لكم غادي نحطوه في السي. غتقول لي صافي لا السيتريلين حطيتيه في او هذا حطيتيه في السي، حيت الجسم ديالك واخا الارجينين هو اللي كيزيد لك التدفق في الدم، ولكن الا خديتي الارجينين ما كيتحولش بزاف. غناخذوا غير شي ارقام غير هكاك عشوائيا. غنقولوا مثلا انك خديتي 10 غرام ديال الارجينين، هذيك 10 غرام ديال الارجينين جسمك غادي يخدم غير غرام منها. اما الا خديتي 10 غرام ديال السيتريلين، الجسم ديالك غادي يرجع 8 غرام منها الارجينين وغادي يخدم ديك 8 غرام. تقول لي كيفاش هذا الشيء؟ نقول لك خويا الجسم كيخدم هكا. الدراسات اللي كاينين على هذا الشيء فهمتي، الواحد خصو يكون تيقرا البحث. هذا الشيء اللي كاين في العلم كيفاش الجسم كيخدم. فالبيو افيلابيليتي ديال الارجينين ملي كتاخذو تيكون ناقص بزاف مقارنه مع السيتريلين خذوه. سوبليمون رقم 25 اللي هو البروبيوتكس اللي واحد السيريه ديال البكتيريا اللي نافعه اللي عندنا ديجا في المصارن. وهنا غادي نقول لك غادي نحطوه في بي. المهم الاغلبيه اللي كنتي كتاكل الماكله المخمره، كنتي كتاكل اللبن، كاين بزاف بروبيوتكس، كاين بزاف ديال الانواع وفي بزاف ديال الماكلات. دونك غالبا ما تحتاجهمش. ولكن الا كان عندك شي مرض ولا في شي حاله مثلا بعد ما خديتي انتيبيوتيك، فداك الانتيبيوتيك كيمحيهم لك، دونك غتجي غتاخذ هذاك السوبليمون غادي يعاونك. السوبليمون رقم 26 اللي هو لا واي بروتين. الواي بروتين غادي نحطوه في الكلاس اس سوبر ديال السبابر. علاش؟ حيت واحد من احسن مصادر ديال البروتين اللي تقدر تاخذ. خصك تعرف بان في هذاك البي دي سي اي ايز اللي هو بروتين دايجستيبيليتي كوريكتد امينو اسيد سكور، اللي كيقول لك المدى ديال الاستهلاك ديال الجسم ديالك والانتفاع ديالو من احماض الامينيه اللي جايين من مصادر البروتين. لا واي كياخذ شي 105% ولا 106%، حيت هما خداو 100% اللي هو الخوخ على البيض. الا كنتي مثلا ما كتقدرش توصل للبروتين ديالك اليومي، ولا كما قلت لك، ولا غير الا كان عندك مثلا الفلوس شويه، فهو راه كيتقام بحال الدجاج بحال اللحم تقريبا. لا جيتي تضرب واحد الحساب. دونك مره مزيان انك تنوع به. دونك غادي نحطوه في الاس 27. سوبليمون رقم 27 اللي هو الروديولا روزيا. هي واحد المهم مستخلص من واحد النبته طبيعيه. غادي نحطوه في التير. هذا الصراحه فهو مع الاستهلاك ديالو كينقص لك الاحساس بالعياء، وبالتالي في لاصال كتقدر تريني اكثر بدون ما تحس بهذاك العياء. صراحه انا كناخذو صراحه، والله الا كينفع. زعما كاين واحد الفرق صغير. وانا ماشي غير انا حيت حتى ناخذو، لا انا كنت قريت ولقيت بانه مفيد، وهذا الشيء اللي تيدير وفريمون زعما بان لي الفرق. دونك غادي نحطوه في الكلاس سوبليمون رقم 28 اللي هو السيلينيوم غادي نحطوه في الكلاس بي. فهو مضاد للاكسده، فكيسيبورتي الغده الدرقيه، ولكن فماشي كلشي يحتاجو. فتقدر
تقدر تحتاجه الا كان ما كنتيش كتاكل المصادر اللي فيهم السيلينيوم. والسيلينيوم كاين في بزاف ديال اللعيبات. صراحه ما كنظنش ان شي وحده يكون عنده نقص السيلينيوم، سورتو انا مصادر السيلينيوم نذكر لكم بعض مصادر السيلينيوم. فمصادر ديال السيلينيوم فعندنا المكسرات بحال الشيا سيدز، بحال دوك النوا ديال البرازيل، بحال الكركاع، في الحوت عاوتاني الطون، الصومون، بحال الشران، عندنا في البنان، كاين في البطاطا، كاين في الكبده، كاين في الدجاج، صدر ديال الدجاج، كاين في البيض، كاين في بزاف، كاين في القمح الكامل. المهم السيلينيوم ما كنظنش ان زعما شي واحد غيكون عنده نقص منه على هادشي كنت قلتها، حيت موجود صراحه في الماكله. غير كانت عندك شي ماكله غريبه وعجيبه. ما عليناش ندوزو للسوبليمون رقم 29 اللي هو الطورين. الطورين غادي نحطوه في الكلاس بي. فهو صراحه انه كيعاون شويه الخدمه ديال القلب، كيعاونك انك ليدراتاسيون ديالك، انك زعما ان الماء يكون في لي سيلول وداكشي. المهم تنقول ليدراتاسيون ماشي غير انك تشرب، لا، الخلايا ديالك عندهم الماء وشادين الماء ما يكفي باش يقدروا يخدموا. كما قلت لكم فهو القلب، لونديرونس وليدراتاسيون. بالنسبه للطورين فهو الصراحه علاش قلت لك زعما علاش في بي، حيت ما غاليش وما غير مضر. زعما 99% ديال الدراسات تبين على انه غير مضر. الطورين ممكن تاخذه زعما مره وصافي، وما غاليش. راك كتلقى في بزاف ديال البرودوي، مثلا كنتي كتشرب دوك مشروبات الطاقه تيكونوا دايرين فيه الطورين ما يكفي. فكناخذو انا شحال من مره كناخذ واحد 3 غرام قبل لاصال، تنقص شويه العياء وصافي. وكيعاون كما قلت لك كيعاون ان ليدراتاسيون تكون مزيانه. سوبليمون رقم 30، واخا كنت قلت لكم في الاولى نديرو 30 ولكن نديرو اكثر من 30. لي بوستر ديال التستوستيرون. اللي كنقول بوستر ديال التستوستيرون كاينين بزاف ديال المواد اللي ما عندها التدور صراحه. بحال اكثر واحد اللي هو التريبولوس صراحه ما عندوش شي خدمه، فهمتي. فالدراسات تبينوا ان كان عندك نيفو مزيان ديال التستوستيرون، نيفو زعما عادي، ما مرضش، ما عندكش نقص حاد، فالتريبولوس ما كيدير والو. كاين بعض المواد اللي كي بوستيو التستوستيرون، وهذه الفيديو اللي غادي تكون الجايه ولا اللي مور الجايه فراه ديجا موجد لها كلشي، موجد لعيبات بالدراسات كنقول لكم المواد اللي غادي يخدموا لكم واللي ما غاديش يخدموا لكم كبوستر ديال التستوستيرون. دونك مانيش نحطوه في التير سي، دونك كتضيع فلوسك في البوستر ديال التستوستيرون. سوبليمون رقم 31 اللي هو الفيتامين سي. الفيتامين سي غادي نحطوه في كلاس ا، فهو اونتي اوكسيدون ناضي، مضاد الاكسده ناضي، وكيعاون امتصاص ديال الحديد، وكيعاون سانتيزاسيون ديال الكولاجين، كيعاون امتصاص الحديد سورتو من المصادر النباتيه. دونك غادي نحطوه في كلاس ا، ما غاليش، هو موجود صراحه. فيتامين سي تيزيدوا في بزاف ديال المواد، كيزيدوا في العواصر، اغلبيه العواصر اللي حامضين تلقاهم كيزيدوا على شكل اسيد اسكوربيك. ما عليناش. عندنا الفيتامين دي 3. فيتامين دي 3 الشباب الا كنتو شفتوا الفيديو ديال الفيتامين دي 3 غادي نحطوه في السوبر ديال السباب. الفيتامين دي 3 واحد من لي سوبليمون اللي غنقول لك غيبدل لك حياتك. كاين قبل دي 3 وكاين مور دي 3. دونك ما تبقاش معرض للشمس لمده طويله، والاغلبيه كيكون عنده نقص. مثلا ما كانش عندك نقص كما قلت لك ما توصلش التوكسيسيتي، فصعب انك توصل التوكسيسيتي ديال الفيتامين دي 3. هو مزيان، فهو الخدمه كاع لي زورمون ديالك تقريبا، فهو بريكورسور لي زورمون ديالك، مزيان المناعه، مزيان العظام. المهم فيتامين دي 3 تحياتي. السوبر ديال السبابر. سوبليمون رقم 33 اللي هو الفيتامين او. فيتامين او غادي نحطوه في الكلاس صراحه. فهذا واحد مازال ما عمري ما درت ليه فيديو، ولكن واحد هو من الفيتامينات المهمه اللي عاد اكتشفتو مؤخرا، حيت لاش واحد من لي زونتي اوكسيدون ناضيين، وخصك تجنب لي دوز الكبار ديالو، تاخذو مع الماكله. المهم هذا الفيتامين او صراحه عنده خديمه، مازال غندير عليه فيديو ديالو بوحدو. السوبليمون رقم 34 اللي هو اخر واحد غادي نهضروا عليه فهو الزنك. السوبر ديال سبابر. بلا الزنك التستوستيرون ديالك ما غيكونش باش نجيك نيشان. فهو بالنسبه للسيستم ايمونيتير ديالك فهو كيحسن صراحه. سيستم شنو السيستم ايميونيتي سيستم، فهو النظام ديال المناعه. فالجهاز المناعي هو الفيتامين دي 3 في الجهاز المناعي كيديروا، والهرمون التستوستيرون بطبيعه الحال. غير هو حاول انك تفادى الاوفر دوز ديال الزنك، ومن الاحسن انك تكون كتاخذ مصادر ديال النحاس بحال البطاطا الحلوه، بحال الكاجو، بحال الحمص، لافوكا، سومون، شوكولا نوار، وزريعه ديال الجنجلان. صافي هادشي اللي كاين. وقيلا ضربت هادشي كامل. انا كما قلت لكم باش سجلت هادشي كنسجلوها من القهوه. علاش؟ حيت ما عرفتش واش ما كاينش الوقت ولا ما عرفتش، والله ما عرفت. وهذا ما كان معكم صابرين فيتنس الدارجه، ومبقى معكم ديما او الدارجه. تهلاو.